ازيك يا صديقي؟ النهارده هنتكلم عن لعبة الفانسي. ايه هي لعبة الفانسي وعبارة عن ايه وازاي بنشتري لعيبة وازاي اللعيب ده ممكن يجيب لنا نقط وازاي اللعيب ده برضه ممكن يخصم مننا نقط وايه هي قوانين اللعبة وخواص اللعبة. نخش في الموضوع على طول. خش في الموضوع لعبة على طول. الفانسي هي عبارة عن لعبة مرتبطة بالواقع، بتاخد ميزانية 100 مليون، بتشتري بيهم 15 لعيب، بيبقى عبارة عن 11 أساسي و4 على الدكة، حد أقصى 3 لعيبة تشتريهم من كل فرقة. ال 100 مليون بتاعتهم بتبقى متقسمة على 2 حراس، 5 خط دفاع، 5 خط نص، 3 في الهجوم. ازاي بقى بناخد نقط من اللعيبة اللي احنا اشتريناها دي؟ انت بتاخد نقط من اللعيبة اللي انت اشتريتها دي بناء على أداء اللعيب ده في الماتش نفسه. يعني مثلا لو انت معاك لعيب جاب جون أو عمل أسيست، انت هنا بتاخد نقط. وفي نفس الكلام لو معاك لعيب في خط الدفاع او حارس عمل كلين شيت وفريقه طلع ما دخلش فيه جوان، انت برضو بتاخد هنا نقط. طيب ازاي بقى بتحسب النقط دي؟ مجرد ان اللعيب بتاعك شارك في الماتش، بتاخد نقطه. لو كمل 60 دقيقه انت بتاخد نقطه كمان. طيب اللعيب بتاعك بقى لو جاب جون، هنا انت بتاخد كام نقطة؟ هنا بقى بتختلف من مركز الدفاع لمركز خط النص لمركز خط الهجوم. الدفاع عشان طبعا فرصه أقل في إن هو يجيب جون، فلما بيجيب جون بياخد 6 نقط. أما لو خط النص لو جاب جون بياخد 5 نقط. خط الهجوم لو جاب جون، عشان خط الهجوم ده بيبقى الأقرب للجون وده المتوقع إن هو يجيب جون، فبياخد 4 نقط. حلو. حد بقى يقول لي خلاص أنا هجيب الفرقة بتاعتي كلها هجوم. لا يا اسطى، ما أنا قلت لك في الأول إن أنت تبقى ملزوم بإن هو 15 لعيب بتبقى متقسمة لك، انت مجبر ان هي تبقى 2 حراس، 5 خط دفاع، 5 خط نص، 3 في الهجوم. طيب بالنسبة بقى للأسيستات، هنا انت اللعيب بتاعك اللي انت شاريه لو عمل اسيست، هنا بقى بتبقى متساوية في كل المراكز، خط الدفاع زي خط النص زي خط الهجوم، اي حد بيعمل اسيست فيهم بياخد 3 نقط. بالنسبة بقى للكلين شيت، هنا بقى لو المدافع بتاعك او الحارس طلع فريقه ما دخلش فيه جوان، هنا انت بتاخد من الحارس او المدافع تاخد 4 نقط. خط النص لما فريقه بيطلع بكلين شيت، هنا خط النص بياخد نقطة واحدة بس. في هنا بقى نقطة في موضوع الحراس، الحارس بتاعك لما بيعمل 3 تصديات في الماتش، على كل 3 تصديات بياخد نقطة. يعني مثلا لو عمل 6 تصديات انت بتاخد نقطتين، وهكذا. لو صد ضربة جزاء، بس لازم هو اللي يصدها مش اللعيب هو اللي يشوطها بره، لو هو اللي صدها تاخد ان هو صد ضربة جزاء 5 نقط. جميل لحد هنا؟ جميل. بس مش الجميل بقى ان اللعيب زي ما بيجيب لك نقط وبيدلعك ويروق عليك، اللعيب ده برضو ممكن يخصم منك نقط. طب ازاي بقى الكلام ده؟ ازاي بقى اللعيب بتاعك لو ضيع ضربة جزاء بيتخصم منه نقطتين، لو خد انذار بيتخصم منه نقطة، ولو خد طرد بيتخصم منه 3 نقط. طب ولو دخل جون في نفسه بتخصم منه نقطتين. يعني ممكن تلاقي اللعيب بتاعك اصلا يعني جايب لك 0 نقطة او جايب لك بالسالب اصلا. في حاجة بقى بتبقى في اخر الماتش اسمها بونص. البونص دي الموقع هو اللي بيديها للعيبة. البونص دي الموقع بيديها لاكتر 3 لعيبة في الماتش كانوا متألقين. اللعيب الاولاني في البونص اللي هو اكتر لعيب تألق في الماتش بياخد 3 نقط، التاني لعيب في البونص بياخد نقطتين، تالت لعيب في البونص بياخد نقطة واحدة. جميل جميل. خش بقى على الخواص وركز معايا يا اسطى جدا في موضوع الخواص. ونخش على اول خاصية معانا وهي اهمهم اصلا، هي الكابتن. الكابتن دي لو انت ظبطت معاك كل جولة، مش بعيد جدا انك في الاخر اصلا ممكن تكسب الفانتسي. الكابتن دي عبارة عن ايه؟ باختصار جدا، انك لما بتكابتن لعيب وجاب لك نقط بيجيب لك ضعف النقط اللي جابها. يعني مثلا لو انت مكابتن صلاح وصلاح جاب في الماتش 10 نقط، هنا انت بتاخد من صلاح 20 نقطة علشان انت مكابتن صلاح. فعشان كده انت لازم تكابتن اللعيب اللي هو اكتر لعيب متوقع في الفريق بتاعك الماتش الجاي ان هو يجيب جون يعمل اسيست. لو مدافع على الفريق بتاعه مثلا يطلع كلين شيت، يعمل له اسيست. لو مهاجم مثلا يجيب له جون. والكابتن دي بتبقى مسموح لك ان انت تعملها على لعيب واحد بس في الفريق بتاعك كل جولة. كل جولة ليك كابتن. في حاجة اسمها نائب الكابتن. مثلا لو انت بكابتن محمد صلاح ما لعبش الماتش خالص، انت عامل نائب الكابتن دي على جريليتش مثلا. فلو محمد صلاح ما لعبش خالص وما شاركش في الماتش خالص وما نزلش في الماتش خالص، هنا الكابتن بتروح لجريليتش عشان انت عامل لجريليتش نائب الكابتن. بس هنا في حالة واحدة ان محمد صلاح ما يشاركش في الماتش خالص. تاني خاصية معانا هي تريبل كابتن. برضو التريبل كابتن دي تشبه الكابتن جدا، بس بدل ما بيجيب لك الضعف بيجيب لك هنا 3 اضعاف. بس الفرق ما بين التريبل كابتن والكابتن ان التريبل كابتن دي بتبقى مسموحه لك مره واحده في الموسم كله. عشان كده انت لازم تتربل اللعيب اللي متوقع الماتش الجاي ده هينزل يطلع نار من بقه، هيقلب تنين مجنح في الماتش، هيجيب له مثلا 4 تجوان و5 اسيستات. التريبل كابتن بتاعتك دي لو ظبطت هتفرق معاك قوي قوي قوي. علشان كده لازم تخلي بالك كويس جدا من التريبل كابتن دي معاك مره واحده بس في الموسم. وتالت خاصيه معانا هي البنش بوست.
البنش بوست دي انت في العادي والطبيعي ان انت كل جوله بتخش ب 11 لعيب اساسي واربعه على الدكه. في ال 11 لعيب اساسي هم اللي بيتحسب لهم النقط، والاربعه اللي على الدكه دول حتى لو جابوا نقط كتير ما بيتحسبوش عشان انت حطيتهم على الدكه. فانت لما بتفعل البنش بوست بتبقى هنا انت مش بتاخد نقط من 11 لعيب بس، انت هنا بتاخد نقط من 15 لعيب كلهم، حتى الاربعه اللي على الدكه اللي انت حطيتهم على الدكه دول هيتحسبوا لك النقط بتاعتهم، بس دي مره واحده برضو في الموسم زيها زي تريب الكابتن. رابع خاصيه معانا هي الوايلد كارد. الوايلد كارد دي باختصار جدا بتخليك ان انت تغير فريقك كله. لو انت مش عاجبك فريقك كله فانت تغير فريقك كله من غير ما يتخصم منك نقط. انت ممكن تسالني سؤال هتقولي هو انا اصلا لما بعمل تبديل بيتخصم مني نقط؟ انت مسموح لك كل جولة انك تعمل تبديل واحد بس. لو عملت اكتر من تبديل بيتخصم منك -4 على كل تبديل زيادة بتعمله. يعني لو عملت تبديلين بيتخصم منك -4 عشان انت مسموح لك في الجولة الواحدة تبديل واحد بس مجاني. فلو عملت تبديلين تبديل زيادة اهو بيتخصم منك -4. لو عملت 3 تبديلات مع التبديل المجاني اللي عندك هنا بيتخصم منك -8. الوايلد كارد دي انت بتعملها بتغير فريقك كله من غير ما تخصم منك اي نقطة، بس بتبقى مسموحة لك مرة واحدة في الدور الأولاني ومرة واحدة في الدور التاني، يعني مرتين بس في السيزون كله. في خاصية معانا اسمها الفري هيت. الفري هيت دي تشبه الوايلد كارد جدا. عبارة عن ايه الفري هيت؟ هسهلها لك جدا يا صديقي. نفترض مثلا ان الجولة الجاية السيتي هيلاعب فريق سهل جدا، واليونايتد هيلاعب فريق سهل جدا، وبرايتون هيلعبوا فريق سهل جدا، وانت ما معكش لعيب من الثلاث فرق دول، وانت عايز تشتري لعيبة منهم وفي نفس الوقت مش عايز تعمل سالب. تقوم تعمل ايه بقى؟ تعمل فري هيت، تشتري لعيبه من السيتي ولعيبه من اليونايتد ولعيبه من برايتون عشان الجوله الجايه عندهم ماتشات سهله جدا، لكن الجوله اللي بعد الجايه فريقك القديم هيرجع تاني. بس كده يا صديقي، اتمنى كنت خفيف عليك في الحلقه، ولو وصلت معايا الجزء ده في الحلقه فاحب اشكرك جدا يا اسطى. اهم حاجه بس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. كان معاكم مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جايه، ويسيحوا فانتسي. سلام.